الماتش خلص خلاص، وخسرنا 2-1. الواحد بقى مش فاهم فيه ايه العك اللي احنا وصلنا له ده. يعني الواحد بيشوف حاجات قسما بالله غريبة، انت مش فاهم ولا انا فاهم ولا ده فاهم ولا اي حاجة. الموضوع غريب من كل ناحية. احنا شفنا اداء في الملعب انت مش فاهمه اللعيبة بتلعب في مراكز انت مش فاهمها ولا انا فاهمها ولا حس ولا كولر فاهمها. في حاجات بتحصل مش طبيعية. خلينا نتكلم في كل حاجة واحدة واحدة. بس في الاول كده، اللي مش مشترك في القناة يشترك وتعمل اللايك، ما تنساش اللايك. الاهلي بدأ الماتش بشوبير في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح. انا خالد هنجي كل حاجة هنجيلها. خالد عبد الفتاح باك يمين، رامي ربيعة وياسر، كوكا باك شمال، امام وقفشه والساعي. تمام، وقدامهم وسام. في اول دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، خالد عبد الفتاح غلط غلطه وربنا كرم وعدت وسترها والدنيا تمام. تمام. بعد كده كرة الساعي لعبها لنيدفيد، طلعت ركنيه. المهم ياسر بعد كده عرضيه، ياسر ضيعها بدماغه. في الشوط الاولاني كله حاجات لا تذكر. يعني في شويه حاجات كده اللي هي ايه، لا تذكر. في عرضيه من مروان راحت لخالد عبد الفتاح، حطها حلو بصراحة والجون طلعها. وقبليها كرة لياسر بدماغه، بس دي غريبة، كان جوه الجون حطها وحش قوي 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 قوي. الشوط الاولاني ما كانش في حاجة كتيرة، يعني ما فيش حاجة كتيرة نتكلم فيها في الشوط الاولاني غير ان انت مش عارف انت حلو ولا انت وحش. طب هو انت قاعد بتتفرج على الشوط الاولاني، انت مش فاهم حرفيا انت بتلعب حلو ولا بتلعب وحش. طب انت ضاغط ولا مش ماسك كوره، انت مش فاهم. انت قاعد بتتفرج، انت حرفيا مش فاهم الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كله غريب كده على بعضه. الشوط التاني اللي فيه كل حاجه بقى، يعني الشوط الاولاني غريب. انت بس قاعد بتسال نفسك، هو ليه هاني ما لعبش مكان خالد عبد الفتاح؟ هو ليه الدبيس ما لعبش مكان كوكا؟ هو ليه السولية ما لعبش مكان كريم نيدفيد؟ هو ليه وليه؟ انت بتسأل نفسك كام سؤال. بس الماتش شوط اولاني غريب وعجيب زي ما قلنا. يبتدي الشوط التاني في الدفاع. في اول ما الشوط بدأ في الدقيقة 48 هرجالة كده في الدفاع وفرصة لأورنالدو كده، لكن الحمد لله طلعت بره، يعني بره الجون وخلاص. في الدقيقة بقى 53، في الدقيقة 53 هدف أورنالدو الأول. ده بقى لازم نقف عنده شوية. هدف مضحك بطريقة مش طبيعية، يعني هدف مضحك بطريقة مش طبيعية. كرة اتلعبت عرضية، رامي ربيعة عمل حاجة كده غريبة. يعني هو عمل حاجة غريبة. شفت الفيلم بتاع أحمد عز يا مساعد أديل الحصان؟ هو فعلا حاجة غريبة. هو عمل حاجة غريبة، خميس كاكا في الجو كده، حاجة خزعبلية. الكرة عدت، خالد عبد الفتاح راح حاطط دماغه في التيشيرت. يعني عامل مش فاهم فيه ايه. اقسم بالله حاطط دماغه في التيشيرت، الكرة عدت، الواد لقى نفسه هو وشوبير. شوبير ما يسألش عنها اطلاقا اطلاقا. الجون الاولاني، انت قاعد في وسط ذهول. هو ايه اللي بيحصل؟ هنلعب على ملعبنا والمفروض هي الفرقه كويسه وكل حاجه، بس المفروض انا الاهلي. يعني مين الفرقه ديت؟ مين رونالدو؟ مين يعني ان اكسبها بسهوله؟ تمام. 1-0 ليهم، الدنيا اتعقربت، الماتش اتصعب علينا. بس الاهلي بعد الجون ده في تحسن وضغط وكل حاجه. لحد ما جينا في الدقيقه 56، فرصه لوسام ابو علي ضاعت. في الدقيقة 60 تسديدة لقفشة ضاعت. في الدقيقة 63 بقى التغييرات، قفشة خرج والساعي خرج وخالد عبد الفتاح. تمام. خالد عبد الفتاح كده كده كان لازم يخرج. الساعي خرج ليه؟ الساعي مبدئيا كان هو نجم الشوط الاولاني من وجهة نظري. عمر الساعي كان نجم الشوط الاولاني، واللاعب ده عنده لمسة، ولو خد هيفيدنا كتير. ونزل الشحات والدبيس وهاني. ثلاث تغييرات منطقيين. بس هو النقطة، بس انت بتخرج قفشة ليه؟ كنت سبت قفشة شوية، ما علينا. في الدقيقة 67 هدف للشحات، اسيست الدبيس. انا عايز اسأل سؤال، ليه الدبيس ما بيلعبش باك شمال من اول الماتش؟ ليه ما بيلعبش كريم الدبيس من اول الماتش؟ ليه؟ دي حاجة انا عايز افهمها. يعني انا عايز حد يجي يفهمني ليه ما بلعبش الدبيس من اول الماتش باك شمال. الراجل متألق معاك، تالت اسيست ليه، بيعمل كل حاجة. فالراجل لعيب محترم، تمام، ولعيب كويس وكواليتي كويس وبيعمل عرضيات كويسه. ليه ما لعبهوش؟ ليه انا طول الماتش بلعب من غير جناحين وانا اصلا ما عنديش وينجات؟ فانا بلعب ما فيش خالص على الله. فليه ما لعبش كريم الدبيس من اول الماتش خالص؟ تمام. واجربه يا عم، ما هو الراجل كل ما بينزل بيعمل اسيست وبيعمل حاجه كويسه. هو عمل اسيست بوش رجله الخارجي للشحات، بيقول له هات جون انت والجون. والشحات بصراحه حطها له حلو وخلاص جون. وقلت خلاص الاهلي هيجيب التاني ان شاء الله وهتمشي وهتعدي ومش عارف ايه. في الدقيقة 69 تسديدة لمروان عطية، الحارس بيصدها.
دقيقة 72 نزول السولية مكان مروان. ولحد دلوقتي انا مش فاهم كريم نيدفيد واسطته مين في الاهلي ان تخلي التغييرات دي كلها بتحصل والدنيا دي كلها بتحصل وهو قاعد في الملعب. يعني ايه بتتكلم في الدقيقة 72 وكريم نيدفيد موجود في الملعب؟ دوره ايه في الملعب؟ ولا انا ولا انت ولا كولر ولا اي حد في الدنيا عارف كريم وليد دوره ايه في الملعب خالص. خالص محدش يعرف. محدش يعرف. تمام. لاعب ولا بيباصي صح ولا بيتحرك صح، بيباصي الكرة وواقف ما بيتحركش للناس في الملعب، ولا عنده رؤية ولا عنده حاجة ولا في حاجة بيقدمها. يعني ايه اصرار كولر ان هو يلعبه؟ ما عنديش الا تفسير واحد، اللي هو بيعاند الاداره ان انا ما عنديش لعيبه. انا بقول لكم اهو ان انا ما عنديش لعيبه. فهو ده التفسير الوحيد اللي بالنسبه لي مقنع ان كولر ما بيلعبش، بيلعب كريم وليد وبيلعب خالد عبد الفتاح وبيلعب الناس دي. تمام. في الدقيقه 81 اخيرا كولر افتكر ان ينزل اكرم مكان كريم نيدفيد. ده اخيرا في الاخر. في الدقيقه 83 جون تاني لأورنالدو. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ثنائيه ما اتمناهاش لألد اعدائي بجد. يعني ده لوحده كويس وده لوحده كويس، بس يبقى يعني ده جنبه مدافع. يعني لو جبت عبد المنعم مثلا لعبته جنب ياسر هيبقى ياسر كويس، لو جبت عبد المنعم لعبته جنب رامي هيبقى رامي كويس، او جبت مدافع تقيل لعبته جنب اي واحد فيهم هتمشي، ده هيشيل ده. لكن الاتنين مع بعض لا لا، ثنائيه ضايعه. ثنائيه في الضياع قسما بالله، في الضياع. وكنت حاطط لي جنبهم خالد عبد الفتاح باك يمين، فانت بتلعب بخط دفاع مش موجود حرفيا. خالد عبد الفتاح ده يعني اسم متهيألي كان اعلان زمان بتاع لانشون او حاجه، في حاجه مش مظبوطه. يعني الناس ديت محطوطه في خط دفاع ليه يعني؟ ما تفهمش. فالجون التاني لرونالدو في الدقيقه 96 اتلغى لنا جون لعمرو السوليه. انا وجهه نظري الكوره جون ما فيهاش اي حاجه، بس هي مش هتفرق كتير، انت كده كده خسرت. ولو كنت جبت جون كنت اتعادلت، وده مش هدفي ان انا اتعادل برضو، ما زلت ان انا تاني المجموعه. ففي حاجات بقى كده لازم نفهمها. الصفقات هتيجي امتى؟ صفقات للاهلي هتيجي امتى؟ الفرقه فاضيه، الفرقه ما فيهاش لعيبه. انت عندك خط دفاع بالكامل على الله. انت لو جيت تتكلم بما يرضي الله، انت لازم تمشي رامي ربيعه، لازم تمشي خالد عبد الفتاح، لازم تمشي كريم نيدفيد. كان بيرسي ده والحمد لله مشي. في لعيبه لازم تتفور، في لعيبه في الفرقه لازم تتفور. ده اكرم توفيق بيقول لك انا عايز فلوس اكتر من اننا معالجينه من 3 صليبي. مشي يا عم مشي خلاص بقى. فضلنا هات لنا صفقات يا عم وفضي الفرقه ديت. لكن المنظر اللي انا فيه ده ايه ده؟ انا ما عنديش لعيبه، والله ما عندي لعيبه. انا مروان عطيه بيحارب لوحده في الجزء الدفاعي وخرجه كمان، الراجل خرجه يعني تفهمش ليه. بس هو الوحيد اللي بيعافر في الجزء الدفاعي. وفي الجزء الهجومي مروان قصدي امام ووسام عمال بيحاول على كل كوره. بس بس وشكرا. عمر الساعه النهارده كان كويس بصراحه الشوط الاولاني. بس وشكرا واقطع، مفيش حد تاني الفرقه مفيش. طب عندي الدبيس كويس العبه بقى. العبه بقى اخد منه احسن حاجه، يعني اخد بدل ما بالمنظر العك ده محمد هاني احسن من خالد عبد الفتاح مليون مره. ما تلاعب محمد هاني. الموضوع بصراحه في حاجه مش مفهومه. ولازم نعرف الصفقات دي هتيجي امتى. يعني لازم نشوف الصفقات دي هتيجي امتى، لازم نشوف لعيبه اليومين دول. انت عندك الماتش الجاي فاركو والماتش اللي بعديه بيراميدز. هسيبك من فاركو لانه ماتش هيبقى غلس برضو، بس انت هتلاعب بيراميدز. بيراميدز اللي عنده في الخط الهجومي قدام كده عنده فيستون مايلي، وعنده ابراهيم عادل، وعنده عبد الرحمن مجدي، وعنده مصطفى فتحي، وعنده وليد الكارتي، وعنده يوسف اوباما. عنده فرقه وهم اصلا بيلعبوا كوره على الارض كويس، واوريدي هو عنده لعيبه في الخط الهجومي. فالاسامي اللي انا قلتها لك ديت المفروض ان هي هتلاعب خالد عبد الفتاح وهتلاعب رامي ربيعه وهتلاعب ياسر ابراهيم وكريم نيدفيد في نص الملعب. لا لا. الموضوع الموضوع لا، صعب صعب. انتوا كده يا جدعان يعني هنتعب، او احنا تعبنا اصلا اوريدي، احنا كده بنتعب. احنا كده انت بالمنظر دوت ما فيهاش افريقيا، بالمنظر ده ما فيهاش دوري، بالمنظر ده ما فيش اي حاجه. انت لازم صفقات تلحق الموسم، انت لازم تلحق الموسم دلوقتي بصفقات. لازم النادي الاهلي واداره النادي الاهلي تصحى من النوم وتلحق النادي الاهلي بصفقات عشان تلحق اللي اتبقى من الموسم. الموسم بيضيع منك، انت لسه في الاول تقدر تلحق، لكن شويه مش هتقدر تعمل حاجه خلاص. ما تستناش لشهر 6 وما تروحش تجيب صفقتين 3 وتقول خلاص حلو كده. لا، انت مش محتاج صفقتين 3، انت محتاج على الاقل 6 7 صفقات. 6 7 صفقات على الاقل خالص. على الاقل خالص 6 7 صفقات يبقوا موجودين في الاهلي. محتاج تقعد مع الراجل وتشوفه محتاج ايه، وتجيب له طلباته وتصرف شويه.
مش هنفضل بخلة، مش هنفضل ماسكين على الفلوس وبنجيب لعيبه كسر. ما تصرف وتجيب، هات لعيبه. مش هينفع المنظر ده اطلاقا. نيجي بقى لاخر حاجه، تقييم اللعيبه. مصطفى شوبير، رغم ان جه في جونين، بس انا شايفه ان الجونين مش غلطته، فهياخد 2/10. خالد عبد الفتاح ما جاش الماتش فمش هيتقيم. رامي ربيعه وياسر نفس الكلام، مش هيتقيموا. كوكا 1/10. مروان عطيه 8/10. ندفيد مش موجود. امام 5. قفشه 3. الساعي 5. وسام 7. مين تاني نزل؟ الشحات 5. الدبيس 6. هاني 3. اكرم ما فيش وقت يلحق يلعبه، ولا السوليه في وقت يلحق يلعبه. ماتش سيء، ماتش سيء جدا 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 من النادي الاهلي. مننا كنا ضاغطين وكنا شكلنا كويس، بس انت عندك لعيبه بتعمل كوارث. فطبيعي طبيعي طبيعي انا برضو شايف ان الراجل ملهوش ذنب، الراجل معهوش امكانيات. فماتش وعدى، وان شاء الله خير في اللي جاي. ويا رب ننام نصحى نلاقي فيه صفقات للنادي الاهلي بدل المنظر اللي احنا فيه ده. وما تنساش اللي مش عامل اشتراك في القناه يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك. واشوفكم على خير، سلام.